قدر فريق الوداد الرياضي أنه يربح يوسفية برشيد ب1-0. الهدف جاء بطريقة جميلة من قدم يحيى عطية الله بتمريرة حيمود، التمريرة اللي كانت غاية في الدقة وجات من مكان بعيد، أسكنها بطريقة جميلة يحيى عطية الله الشباك، منتزعا 3 نقاط مفيدة جدا للفريق الأحمر وقربته أكثر فأكثر من صدارة الدوري المغربي. وبهذه النتيجة هذه فالوداد ولا في رصيده 22 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة مع الرجاء و4 نقاط مع الجيش، هذا مع مباراة ناقصة للرجاء وجوج المباريات ناقصة للوداد، وحدة غتلعب الأسبوع الجاي مع حسنية أكادير والأخرى غتلعب بعد نهاية إفريقيا. كان للاعبين ديال فريق الوداد الرياضي ردة فعل على الأزمة اللي وقعت لسعيد الناصري، ونشر اللاعبين السابقين والحاليين لفريق الوداد الرياضي رسائل عليه بحال الله يدير لي فيها الخير وربي معاك. من بين هاد اللاعبين هادو صلاح الدين السعيدي وجلال الداودي واسماعيل الحداد وايمن الحسوني، بالاضافه للبديع اووك والحسين بن عياده وعبد اللطيف نصير. هدر نور الدين البيضي رئيس يوسفية برشيد على المباراة اللي خسرها ضد فريق الوداد الرياضي، وقال أن الهزيمة ب1-0 هي نتيجة عادية، وعادي أننا نخسروا مع الوداد اللي كيلعب في أدوار طلائعية، غنتقبلوا النتيجة بشكل عادي، وبالنسبة للاعبين إن شاء الله في المستقبل غيتم تسوية وضعيتهم المالية وغادي يتم تسديد المستحقات المتأخرة في قادم الأيام. هذا الخبر هذا قلناه في جوج الفيديوهات متابعه، وهو ان الوداد شكل لجنه اللي غادا تكون هي المسؤوله على اداره فريق الوداد الرياضي، وبهذا في البرناكي رئيس هذه اللجنه هذه هو اللي غيقود الوداد الرياضي. البرناكي كان هو النائب ديال الرئيس سعيد الناصري ودابا خلفه في رئاسه الوداد. البرناكي غيبقى رئيس مؤقت للوداد بينما يديروا جمع عام يتم اختيار الرئيس اللي غيقود المرحله القادمه للوداد. وماشي بعيد على هذا البلان نيت وبعد واحد شويه غنشوفوا تصريح ديال هشام ايتمنى الرئيس السابق ديال الشباب المحمديه والمحب لفريق الوداد، واللي قرر انه يرجع مجددا للملعب البشير بالمحمديه بعد ما اعلن سابقا على مقاطعه جميع المباريات بسبب السب والشتم اللي كان تعرض ليها شي مره في مباريات شباب المحمديه. هشام ايتمنى شداتو الصحافه وسولاتو بعض الاسئله وقالوا ليه واش انت ودادي وكتموت على الوداد؟ قال لهم اي واحد كيغار على الكره المغربيه خاص يكون ودادي في هذه الظرفيه وخاص يسد فمه شويه ويخلي الناس يخدموا. واكدت بعض التقارير الصحفيه ان هشام ايتمنى كان من المنخرطين ديال الوداد ومن المرشح وبقوه انه يقود فريق الوداد في المرحله القادمه. على فريق الوداد الرياضي في يوم من الايام نشوفوا ايتمنى في رئاسه فريق الوداد على الكره المغربيه خصو غير الوداد. لا لا خليك الوداد هو المهم ملعب البشير والمحمديه ما فيش طواليطات بارك الله سي الرجاء. اليوم aujourd'hui خصنا الناس ما يبرشوش في الوداد لي جون اللي كيجيو يجيروا الفرقه على اللي يديروا لاسامبلي ديالهم وهما غادي يشوفوا شي نشوفوا كل خيرات في الوداد نشوفوا كل خيرات. كان اخر مره شفنا هي كنا غادي لتنزانيا والله العظيم وتيوسع على الوداد وتيوسع على اللاعبين، فنتمنوا ليه يا ربي ان شاء الله يرجع للفريق ديالو لان الكل محتاج للسي سعيد لان عطى الشيء الكثير للوداد.